بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. دايما عندنا سؤال وجودي بيحيرنا كده، أنا مين؟ موجود ليه في الحياة؟ أنا ليه جيت؟ وإزاي جيت؟ وأنا رايح على فين؟ إيه أهميتي؟ إيه اللي أقدر أقدمه؟ الإنسان لو ملقاش الإجابة الروحية اللي من الله نفسه هيتخبط ويحاول يتبع العالم اللي بيحاول يرسم له صور وهمية وصور مزيفة عن كينونته، ويحطه في قوالب نمطية كده وسلوكيات شكلية توافق العالم وأهل العالم. أهم هدف في حياة الإنسان إنه يعرف هو إيه وموجود ليه. أولا إحنا خليقة الله، صنعة إيده، معمولين على صورته ومثاله عشان ننجز مقاصد الله. أهم هدف في حياة الإنسان أن يكتشف مقاصد الله من حياته، مش الناس عايزين منه إيه أو هو نفسه يبقى إيه، لكن ربنا قصد إيه في وجودي أنا في الحياة، عشان يقرر ويشوف ايه المحركات والدوافع اللي بتحركه. انا ايه اللي بيحركني؟ انا جوايا رغبات، جوايا افكار، جوايا دوافع هي اللي بتحركني. فهنا في علاقتي بالله، في واحد لما يصلي يبقى انسان مش روحي، يمارس ضغط على الله او يحاول يقنع الله انه يعمل قصده الذاتي او قصده الشخصي في حياتي. يا رب انا عاوزك تعمل لي كذا اللي في حياتي، نفسي رغبتي او شهوتي الفلانيه تتممها لي. الانسان الروحي لما يصلي يقول يا رب انت عاوز مني ايه؟ ربنا علمنا في الصلاه الربانيه نقول لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. وهو في صلاته الشخصيه قال له لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك، وهو بيكلم الآب عشان يعلمنا إني أكتشف مشيئة الله في حياتي وما امشيش ورا ذاتيتي ومشيئتي أو مشيئة الناس اللي بيحاولوا يفصلوا لي أدوار ويلبسوني أتواب تتوافق مع هواهم هم في حياتي أنا الشخصية. فالإنسان يعرف قصد الله من حياته يمشي حياة في النور، واللي ما يعرفش قصد الله إما يتخبط أو يمشي ورا أي حد، يتبع أي حد تبعية عامية، أو يتبع الحسيات ورغباته وشهواته تبعية عامية وما يقدرش يحقق هذا القصد الإلهي في حياة الإنسان. فلازم أسأل نفسي سؤال مهم، أنا إيه اللي بيحركني؟ أنا ماشي ورا الماضي، خايف من أحداث حصلت، شاعر بالذنب، عندي خزي، في عار جوايا بيحركني، ولا أنا بتحرك في اتجاه فعلا ربنا هو عاوزه؟ إيه محددات السلوك بتاعي؟ سليمان الحكيم بيقول آية جميلة، بيقول لأن الغيظ يقتل الغبي والغيرة تميت الأحمق. فممكن أبقى ماشي بالغيظ والغيرة والخوف والتنافس والحسد والانتقام، وتبقى ده اللي بيحدد ويحرك سلوكي، مش مشيئة الله ولا الإرادة الإلهية. في اللي بيتجنب الخطر وعايز يمشي حياة سلمية ما فيهاش مغامرة، ما فيهاش تعب، يمكن ما فيهاش أي فعالية كمان، مش هيقدر يعمل مشيئة الله لأن طريق الله أحيانا فيه تحديات. فأنا هعمل إيه؟ مشيئتي ولا مشيئتك يا رب؟ هنلاحظها في الصلاة وأنا بصلي، لو بطلب حاجات رغبات وممكن أبقى بصلي للآخرين، يا رب عاوز مراتي تبقى كويسة، تسمع كلام، تبقى مدبرة، توفر في البيت، رب العيل كويس. الصلاة دي ليك ولا ليها؟ يعني بتصلي لمراتك ولا بتصلي ان مراتك تتوافق مع رغباتك؟ امتى تقول يا رب نفسي اكون انا الزوج الصالح، اكون انا بعمل مشيئتك في حياتي وحياة مراتي، اكون انا القائد الروحي ليها اللي اقدر اوصلها للسماء، اكون انا الشخص اللي بيسعدها، ولا انا عايز مراتي تبقى هي مصدر سعادتي؟ فانا لما بصلي للاخرين بصلي لهوايا ولا بصلي ان ابقى في دايرة سلطان الله ودايرة مشيئته هو، واعمل في حياة الاخرين ارادة الله مني، ولا استغل الاخرين واستغل الله نفسه ان يسلي الاخرين يعملوا لي ان انا نفسي فيه؟ يبقى انا مش بصلي للاخرين، انا بصلي لارادة الذات، ومش بصلي لارادة الله، بصلي لمشيئتي الشخصية. ربنا يدينا البصيرة دي ان احنا لما نصلي ونطلب مشيئة الله مش مشيئتنا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.